السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدخل يعمل لي لايك واشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. النهارده بقى زي ما انتوا شايفين هنعمل كبسة فراخ بطريقة جديدة، مش الطريقة التقليدية اللي بنسوي فيها الفراخ مع الرز، لا، بطريقة جديدة وجميلة وطعمها تحفة وهتعجبكم اوي. يا ريت تجربوا الطريقة دي وتعرفوا ان الاختلاف فعلا هيبقى احسن من الطريقة العادية. اول حاجة جبت الحلة الجميلة بتاعت حماتي حبيبتي، انا بحب اطبخ في الحلل دي قوي 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 يا جماعة، بصراحة بحس الاكل بيطلع مختلف وطعمه جميل كده. حطيت فيها بقى معلقتين كبار سمنة بلدي، عليهم 3 معالق زيت، ونزلت عليهم بصلتين كبار متقطعين مكعبات صغيرة قوي، ومع ليمونة مجففة، عودين قرفة، شوية ورق لوري، شوية حبهان، شوية قرنفل، وحطيت اهم حاجة معلقة كبيرة من بهارات الكبسة، هي دي السر والله، بتخلي طعمها تحفة، ونص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة سكر او ربع معلقة سكر، وسبتهم كده يتحمصوا مع بعض لحد ما تشموا الريحة بتاعتهم تكون طلعت والبصل يكون خد كرملة بسيطة كده. ونزلت بقى بالفراخ، انا نقعها وغسلها كويس جدا، لازم الفراخ تتحمص تحميصة بسيطة مع السمنة والبهارات. ونزلت عليهم بطماطمتين مبشورين ومعلقة او طماطمية كبيرة، انا كنت مستخدمة طماطمية كبيرة، عليهم معلقتين كبار صلصة، وقلبتهم كويس قوي قوي، وسبت الفراخ خدت تحميصة من الجنبين، سبتها على الجنب ده شوية، وبعدين قلبتها على الجنب التاني شوية، اخدت من البهارات والزيت والسمنة، وبعدين قلبتها على الجنب التاني وسبتها تشرب من التتبيلة برضو شوية، وكانت النار هادية مش عالية، نار متوسطة، مش هادية ومش عالية بصراحة، عشان البهارات ما تتحرقش وتدي طعم مرارة كده في الاكل. ونزلت عليهم بنص لتر مية سخنة مغلية، وسبتهم على نار هادية بقى خالص لحد ما الفراخ استوت براحتها. شلتهم طلعتهم، وبعدين طفيت النار شوية على المية لحد ما تعمل الطبقة دي، خدتها بقى ودهنت بيها الفراخ، حطيتها على الفراخ من فوق زي ما انتوا شايفين كده علشان احمرها في الفرن. الصوص بقى ده اللي اتحمر بيه الفراخ في الفرن مديها طعم خطير، طعم ولون تحفة وجوسي وقمر. بعدين نزلت بقى بالرز في المية، ولعت عليهم تاني، نزلت بيه في المية، ولو المية قليلة زودوه شوية، لو كتير شيلوا شوية عادي، وظبطوا الملح براحتكم. بصوا بقى يا جماعة الفراخ طالعة بجد عاملة ازاي. انا من النوع اللي بحب اشيل جلد الفراخ، ما بحبش اطبخ الفراخ باي جلد فيها خالص، بحبوش بصراحة. كانت سخنة قوي، مكنتش عارفة امسكها بجد، مش عارفة اقطعها خالص. شايفين طالعة قد ايه جوسي ومتحمرة بالصوص بتاع السوا بتاعها وبتاع السمنة البلدي والبهارات اللي كانوا في الشوربة بتاعتها اللي هي استوت فيها، والرز طالع مفلفل وجميل. بصراحة الكبسة بالطريقة دي مختلفة وحلوة قوي قوي قوي، هتحبوا الطريقة دي جدا. متنسوش بقى تعملوا لي لايك.